يا أهلا. يا أهلا. يا يا أهلا. أهلين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كل كريم. سنة وإحنا طيبين. انتي طيبة. زهرة، كل سنة كوتش طيبة. كل زهرة، سنة وانت طيبة يا باشا هند. كل كل سنة سنة وانت وانت طيبين. طيبة. الله يكرمك حبيبتي. مين إيه؟ يعني نعمل احنا بس شير أحمد، احنا كده لايف. طمني. اه تمام ما كنتش. تمام، كل سنة طيبين جميعا يا جماعة، رمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم، كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة يا حبيبي. طبعا يعني في خضم شهر رمضان احنا بيجي لنا كده شهر رمضان في التوقيت اللي احنا بنكون خلاص فيه بقى، يعني خلاص مش قادرين. فبنيجي بقى نشحن طاقتنا عشان نكمل باقي الشهور اللي جاية علينا وباقي الوقت اللي جاي. طبعا يعني حابة بس الأول إن احنا نعرف الناس بينا. بس احنا هندي خلينا انا المايك استلم دلوقتي منك للزميلة المايك كوتش زهراء وتقولي سعيد. واعرف. خلينا انا استلم منك المايك واعرفكم الله. اتفضلي يا واقدمكم فندم. معايا النهارده. اهلا وسهلا بيكم كل متابعينا ومشاهدينا في السهرة الرمضانية اللطيفة دي. وهنبدأ معاكم أولى حلقات برنامجنا في بيتنا كوتش. النهارده هيكون معاكم، انا هكون مسؤوله عن اذاعه الحلقه، زهره سعيد، مدرب تربيه ايجابيه معتمد ومدرب بوزيتيف سايكولوجي ومعالج معرفي سلوكي. هتشرف بان انا معايا اتنين من احسن الكوتشز، كوتش صافي عابدين، كوتش أهلا علاقات وسهلا. معتمد واخصائي نفسي واسري. احلى أهلا تحيه. وسهلا، أهلا يا زهرة، أهلا وسهلا حبيبتي. وكوتش شاهندة القصاص، كوتش علاقات معتمد ومعالج معرفي سلوكي، ومن احسن الناس اللي انا اشتغلت معاها الصراحه. انتي الأحسن، طيب، ما تحرمش منك. وبمناسبة الأمسية اللطيفة دي خلوني كده أبدأ بحاجة يعني مبهجة في الأول. سما الدنيا شهاب ونجوم، وليل ساطع ما فيهش غيوم، هلاله نحيف بيتلقلق، ابن ساعة ما كمل يوم، لكن صوته عفي مسموع، بيهتف قوم وانسى النوم. ده شهر بيشغي بالبركة، هنتسحر وننوي الصوم، نصون الود والعشرة، مفيش بينا رحم مقطوع، مفيش بينا يغش الناس، مفيش بينا حزين مخدوع، مفيش بينا فقير منسي، مفيش بينا يتيم بيجوع، ولا بينا يعيش ظالم، ولا باطل يلاقي خضوع، ونقضي أحلى أيامنا، نهارنا سجود وليلنا ركوع، وصوت لملاك بكل خشوع يقول لك قوم هات المصحف، ده شهر الرحمة والإحسان، ومن فقده لنفسه يلوم. وعلى قد ما الشهر ده المفروض يبقى شهر العبادة والخير والترابط والألفة، إلا إنه المؤسف إن الدراسات بتقول إن الخلافات والمشاكل بتزداد في الشهر ده، وتحديدا الساعة بتاعت الفطور. إيه رأيك يا كوتش صافي في الموضوع؟ إيه الكلام الحلو الجامد ده الأول؟ بس يعني خليني أحييكي الأول على الكلام الحلو ده، دخل ده مش القلب على كلامي طول. والله، بس أنا الله عجبني قوي ينور. وحبيت إن أنا أبتدي بيه الحلقة. حلو قوي اتفضلي. قوي، جميل، كان شكرا جميل يا على ستي. اختيارك، ميرسي على اختيارك بجد يعني. تسلمي. هو فعلا رمضان على قد ما فيه فعلا روحانيات جميلة واحنا بنستناه من السنة للسنة، نشحن فيه بقى طاقتنا. ونصوم بقى ونقرب لربنا وعبادات كتير جدا، على قد ما هو يعني بقى فيه بس شوية مشاحنات كده بتحصل. يعني ممكن تبدأ من قبل الشهر كمان، وممكن تخش ايه في نص الشهر كده، اسمها خناقة رمضان. اه طبعا، دي كده غنية عن التعريف يا كوتش صافي. خناقات دي بالظبط. ترند. الناس تسأل وممكن ساعتها تبدأ. اتخانقتوا يا جماعة؟ عملتوا ايوه. الخناقة؟ وتلاقي بقى كله الحمد لله خلصنا يا جماعة. لا والله بالظبط. لسه، ده بقالنا يومين. والله عارفه كمان حتى ساعات تبدا من قبل رمضان، اللي هو احنا اشترينا اليميش. طب هنجيبه السنه دي ولا مش هنجيبه؟ طبعا مع ارتفاع الاسعار بقى، يعني مش هقول لك الناس عامله ايه دلوقتي. فطبعا يعني الله المستعان على كل حد، ربنا يعينه. بس احنا النهارده جايين كده بنحاول ان احنا ايه، نخفف الضغط ده شويه ونسلط الضوء على خناقه رمضان. الناس مستنياكي يا كوتش صافي، لأن الموضوع ده مطلوب على صفحاتنا اه. بقوة. ساعدينا الله يخليك. طيب اولا يعني خناقه رمضان دي، يعني هي خناقه، المشكله بس انها تتكرر. لكن لما هي تكون خناقه زي اي خناقه بتعدي علينا، هو الاختلاف ده مطلوب في كل العلاقات. يعني انا وصاحبتي ممكن نختلف، انا واخويا ممكن نختلف، انا وجوزي كمان لازم نختلف. الاختلاف ده عامل زي الايه الاساس كده بتاع البيوت، اللي هو ساعات بيكون الخناق ده عامل الملح والفلفل بتاع العلاقه.
احيانا جدا يعني. ناس كتير هتسمعني دلوقتي تقول لي طب احنا بنتخانق عمال على بطال. بس الملح صدقوني زاد مننا قوي. اه والله. بس عارفه ساعات يا زهره يعني الخلافات دي بتبين معادن الطرف الاخر اللي معاكي في العلاقه. لو ما اختلفناش مش هنعرف المينتاليتي بتاعت بعض، مش هعرف صاحبتي دي يعني من جواها شكله ايه. كذلك الازواج، لو انا وهو ما اختلفناش مش هحس بالامان لما ارجع له. لما نختلف مثلا ما يقوليش هطلقك، عارفه ان انا هرجع له ونتصالح ونتصافى في كلمتين مثلا. الحاجات دي بتديني امان في العلاقه، وبتخليني ان انا مطمئنه مهما يحصل احنا مع بعض مكملين. فاحيانا بتكون الخلافات علامه صحيه للعلاقات، بنعرف منها ان احنا مكملين وانا مطمنه وفي امان معاه، ما عنديش مشكله في دي. طب يا تمام. كوتش، سؤال متكرر دايما، المشكلات ايوه اللي بتتكرر بنفس الطريقة، خناقة رمضان، خناقة العيد، بالظبط. خناقة الوقفة، بالظبط. الخناقات المتكررة دي، هل ليها مدلول في علم العلاقات؟ اه طبعا. هو اولا الحياه كلها المستمره رايحه جايه كده لازم يبقى فيها خلافات، ولكن المشكله هنا بتكبر امتى واحس ان انا عندي مشكله فعلا واقف قدامها؟ لما الخلافات تتحول لمشكله بنفس طبيعتها، بنفس الكاركتيريا بتاعتها، كل مره تبدا بنفس الخناقه ونفس التصرفات، والاقي نفسي قدام مشكله انا مش لاقيه لها حل. المفروض في اللحظة دي أقف بقى مع نفسي كده واقفة، وأشوف هي العلاقة اللي أنا مكملة فيها دي مأدية هدفها وغرضها، ولا أنا زي ما بيقولوا كده بحرق بنزين على الفاضي. هو أنا في العلاقة دي ملبية احتياجاتي مظبوط؟ هي علاقة سليمة أصلا وصحية، ولا علاقة فاشلة وبتأذيني وبتأذي الطرف التاني، ممكن تأذي ولاد معايا كمان في السكة؟ لازم طب أقف. حضرتك عرفينا ازاي افهم انه دي علاقة فيها مشكلة وهتعدي، وازاي افهم ان العلاقة دي لا محتاجة وقفة، وخد بالك هنا في ريد فلاجز كده عمالة تنور تقول لك ركز. بالظبط. اعرف ازاي؟ لانه وقت المشكلة احنا ما بنعرفش، احنا شايفين خناقة صح. وضرب نار ومشاكل وحاجات مش فاهمين في ايه. صح، السؤال ده حلو جدا. ليه؟ لأن هنا أنا فعلا هقارن ما بين السليم والغير سليم، الصحي والغير صحي. خلينا نتكلم على العلاقة الإيجابية الأول، اللي احنا اتكلمنا فيها زي ما احنا قلنا في الأول، هي علاقات ايه؟ الملح والفلفل بتاع الحياة. ده عادي جدا. ده ايه هو شكل العلاقة السليمة دي من الأول؟ العلاقة السليمة دي بتكون الرايح جاي فيها بيكون فيها احترام متبادل، بيكون فيها ثقة متبادلة، بيكون فيها حوار. لما بنختلف بنقف ونقول احنا اختلفنا، بنقول انا زعلت منك في اليوم الفلاني عشان انت عملت كذا. بنقف ونقول لو كنت عملته بالطريقه الفلانيه كنت انا هبقى مرتاحه اكتر، او انا كنت هبقى مبسوط اكتر. واخده بالك؟ بيكون في هنا يعني حته كلمه الثقه دي اللي بتقوم عليها كل العلاقه تقريبا. لو ما فيش ثقه كانك ماسكه تليفون من غير شبكه بالظبط. هي دي العلاقه الزوجيه، عدم وجود ثقه فيها دي كانك ولا اي حاجه في العلاقه. اقف بقى مع نفسي اسال نفسي هي العلاقة دي فعلا سليمة؟ أو أنا وهو لما بنتخانق كده بنجيب من أول السطر ونشاكل، ولا علاقة بينا بحوار كده وبيخلص بسرعة، ولا بنجيب أول الجيران ومن أول الشارع وبنسمع الناس صوتنا؟ العلاقة السليمة أنا وهو بنكون متطورين في علاقتنا، تطورين بقى في مشاعرنا، احنا الاتنين يعني بنرتبط ببعض اكتر. انا بلاقي نفسي في العلاقة دي بحس ان انا مرتاحة، بحس بالامان معاه، ما ببقاش خايفة، مش مسنودة على حيطة مايلة. وهو كذلك على فكرة، كلام للراجل وللست. كدلنا على دي يا آه، كوتش صافي، عشان الرجاله بيزعلوا منا قوي على فكره. لا 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 يعني الرجاله بالظبط. الرجاله فاهمين ان والله احنا متحاملين عليهم. على فكرة مش معظم المشاكل بتيجي من الستات، من الرجالة. في مشاكل كتيرة جدا بتبقى مع الستات. وانا بخاطب هنا الصنفين، لان كل واحد بيبقى ماشي وشايف ان هو صح وما عندوش استعداد للتصحيح الغلط. وهو متخيل ان انا بعمل صح وان انا بعمل كل حاجة في العلاقة دي وانت ما بتعملش حاجة. هو ما عملش حاجة، هو بيعمل ايه يعني؟ طول النهار في الشارع وانا اللي طول النهار في البيت مع الولاد. احنا بنسمع الكلام ده كويس جدا كتير جدا. طب فهنا انا انا بخاطب الاثنين. خليني ماشيه اتفضلي. معاكي يا كوتش صافي، وانا كده فهمت الخطوات اللي هحدد منها العلاقه دي صحيه ولا لا. طب يعني المؤسف ان في علاقات انا ببقى عارفه انها مش صحيه، يعني اه بدون شك، بس انا صح. يعني مضطره لظروف ما ان انا اكمل في العلاقه دي، وما عنديش قرار الانفصال او الابتعاد عنها، وفي نفس الوقت عايزه اخلق قدر الامكان بيئه
مش هنقول طبعا يعني مثال يعني مستقرة نفسيا، بس بيئة أفضل. رأيك إيه؟ تمام. بصي خليني الاول اقول لك ايه هي العلاقه الغير صحيه في ماشي. بساطه كده، لان الموضوع ده يعني يتفرد له كتب، مش لايف واحد. طيب العلاقه الغير صحيه بيبقى فيها نقد طول النهار، انا وانت بننقد في بعض طول النهار. انت بتقولي شيلي ده من هنا، انت ما شلتيش ده ليه، تقولي انت ما جبتش كذا، انا قلت لك هات كذا وانت جاي. طول النهار احنا بننتقد في بعض، وبالتالي لما بيكون في نقد بيكون في دفاع، اصبحنا احنا الاثنين ايه، اتنين قصاد بعض عمالين يخبطوا في بعض وبس. مفيش وحلقة نقطة في النص احنا بنلتقي فيها. نقد، دفاع دائم مستمر، سخرية من الطرف الآخر باستمرار، تعالي، احنا بنعلي على بعض. انا بس هدفي في الحياة ان انا اطلعك انت اللي غلطان واطلعك انت اللي ما بتفهميش حاجة. هدفي في الحياة. دي علاقة غير سليمة. ليه؟ لأن الطرف التاني بيكون بيعلي على الطرف الخسران ويحس بالنقص، وبالتالي عمرنا ما هنلتقي. تمام؟ دي علاقة غير سليمة. طب أكمل إزاي؟ لو أنا عايزة أكمل في العلاقة دي، أولا لازم أقف مع نفسي، أسأل نفسي كده، هو أنا مكملة في العلاقة دي صح؟ طب أنا العلاقة دي بالنسبة لي الهدف فيها إيه؟ هو انا يعني مكمله مع الشخص ده ليه، او هو انا مكمل مع البني ادمه دي ليه؟ هو انا ملبي احتياجاتي فيها؟ العلاقات لازم يكون عشان تكون ناجحه لازم تكون ملبيه فيها احتياجاتي، احتياجات نفسيه، احتياجات ماديه، احتياجات معنويه، احتياجات اجتماعيه. الاربع احتياجات دول هم دول العلاقه. العلاقه اصلا تفاعل ما بين طرفين بينتج منهم كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا. لو انا ده مش متاح، اقف بقى مع نفسي واسال، هو انا كملت ليه؟ طب اسال الطرف التاني، طب انا احتياجاتك كانت ايه من العلاقه اصلا؟ انت عايزني اعمل ايه وما عملتوش معايا؟ طب احنا بنختلف ليه؟ اقف واسال نفسي الاسئله دي كلها، واسال الطرف التاني، واعمل معاه حوار متبادل كده بيني وبينه رايح جاي. ازاي نوصل لنقطه وسط احنا الاثنين واقفين في صف واحد، مش واقفين قصاد بعض. العلاقه دايما بتكون تكامليه، احنا بنكمل بعض، مش بنعلي وبننافس بعض مين اللي هياخد بوينت اعلى من التاني. وهيكون هدفنا ايه؟ هدفي ان انا اشبع رغباتي انا الشخصيه، الرغبات النفسيه ليا، ان انا يكون ليا زوج وصديق وحياه كامله كده العمر كله، واولاد بقى واسره، ده ستيب تاني. خلي بالك اهم حاجه، وان شاء الله كوتش هند هتكلمنا عن الموضوع ده، ان انا يكون ليا رفيق، مش زوج بس. احنا الاثنين واقفين هو في انا بعد صف واحد. اذنك يا صافي، انا اسفه على المقاطعه. لا هي انا اتفضلي. بس في حته كده، ايه القلش يعني، ايه لازم يدخل. احنا قولي. طبعا بنكمل بعض، مش طبعا هنكمل طبعا يا على كوتش بعض. على هند، انت بالظبط كده. انت يعني انا جاي معليه اكمل عليك، بص بقى. بالظبط انا والله ده كده. اخرك معاك، شايف الحيطه والله دي كده. انا لابسه فيها وهاخدك معايا. والله كده يا شهندة، انت عارفه اللي هو ايه، احنا داخلين بقى حلبة مصارعة، احنا داخلين نتخانق. إيه، مم. كل واحد جاي بقى بخبرات سابقة، اللي بتقول لك انا مش عارفة مين اتطلقت عشان ايه واتجوز. بنيجي نطلع كل ده في جوه الجواز، بتبوظي الدنيا. اقفي قدام نفسك كده، او اقف مع نفسك وشوف انت عايز ايه من العلاقة دي، هكمل فيها ازاي علشان تنجح. انا وانت عايزين نوصل لبر الامان، نكمل، ممكن نختلف، بس ما نخبطش في بعض، ما نحقرش بعض، ما ننتقدش بعض ونهين بعض ونسمع الناس صوتنا وحسنا. وصلت بقى للنقط دي الجميلة دي؟ وصلت النتيجة؟ تمام، حلو قوي. طب ما وصلتش لنتيجة، عشان انا بسمع حضرتك في الجلسات بتقولي انا عملت كل ده وما جاليش، ما فيش اي حاجة. اقول لها خبطي على باب الخبرات السابقة، زي ما القرآن وربنا قال لنا حكم من اهلها وحكم من اهله. هاتي دي شوفي بتوع الخبرات، ابوكي وامك، معلش عفوا يعني. هم دول اللي عندهم خبرات سابقة، الناس الكبيرة اللي في العيلة اللي عندهم حكمة، هم دول اللي بيعرفوا يديروا البيوت وبيديروا العائلات. كان زمان في حاجه اسمها القعدات العرفيه، ما كانش في محاكم ومحاكم وسط، يعني القعدات العرفيه كانت بتحل كل المشاكل. طب خبطتي على باب الاهل وما حلوش، اعمل ايه؟ الجا بقى لان انا اوزن، هل الطلاق بالنسبه لي ميزانه اعلى والانفصال، واحسبها صح عديتي انت جدا. حاجه مهمه جدا يا كوتش صافي، عديتي المختصين. احنا يا طبعا. كوتش صافي، لا احنا طبعا، ما هي دي بتيجي بعد ازاي منها. كويس انك ازاي فكرتيني. تنسينا، ازاي تنسينا في لقطه زي دي قبل ما بالظبط. يروح المحكمه؟ صح. لازم يجي عندنا طبعا. صح صح. إيه لو هو بقى يعني فعلا الاهل ما وفوش اللي مطلوب منهم، نروح لمختصين. انت عارفه ان في محكمه الاسره بيعملوا حاجه الاول، ان هم بيلجؤوهم لحاجه كده للتراضي بين الطرفين قبل ما مختصين دي يخشوا في فعلا الطلاق. اه. اه دي فعلا آه، موجوده.
بالظبط. فيعني ما نفعش بقى اقف بقى زي ما بقول لك كده واعمل ميزان الانفصال. معايا اولاد ولا ما معيش؟ هكمل حياتي ازاي؟ ان هو بالنسبه لي اللي بلبي فيه احتياجاتي اكتر، واللي هيكون بالنسبه لي كفته ارجح، الاسره والولاد، ولا ان انا يعني اخلع وانفد بجلدي؟ الناس بتحسبها كده. لو ما لقيت الكفه اللي ترجح، هي دي اللي انا هكمل معاها. بس يعني محتاجه وقفه بصي مع النفس صبري، جدا. الحقيقة احنا محتاجين معاكي لايفات ولايفات، بس كنت شاهين يا ريت تلحقينا قبل ما نخلع اه. بجدنا ونهرب، وتقولي لنا ازاي ممكن نأجل المرحلة دي شوية. بصي، خلينا متفقين كده ان اي اتنين، يعني انت وصاحبتك لو انتوا الاتنين متخانقين كده، ففي بني ادم يعدي الموضوع وفي بني ادم يقف عنده ما يعرفش يعديه، وفي بني ادم يقول لك يا سيدي خلاص هو حصل ايه يعني، وواحده تدخل تعمل شاي لجوزها وتقعد جنبه كده وتقول له هنتغدى ايه بكره، وواحده تضرب البوز وتدخل وتهبج باب الاوضه ويلا، عارفه اللي هو بتجر شكل. هي انا هولع ليه نار، واحده عملت انا كده؟ ضرب نار، احنا نطلع اللايف ده ونعمل صواريخ اعتزالنا. صواريخ رمضان بتتضرب في الشقة. فليه واحده بتعرف تمانج ده، او في شخص بيعرف يمانج ده ويقول لك هو حصل ايه، وشخص تاني لا مش عارف يمانج ده؟ دي بالبساطه كده حاجه اسمها ريزيلينس او حاجه اسمها مرونه، يعني حاجه كده، عارفه انت مرونه دي عامله زي ايه؟ شاهين استنينا كده بالراحة علينا شوية، اصل احنا الكلمة دي بنسمعها كتير قوي، اه المرونة النفسية. بالراحة كده علينا وفهمينا يعني ايه بقى، عشان احنا في ناس كتير قوي مش ما بتفهمناش، تبعتها تقول لنا يعني ايه، اشرحيها لنا كده بقى بطريقتك القمر دي. بصي انت الامر والله. بصي ربنا يا حبيبي، اولا فكره ان في بني ادم يعرف يعدي عليه شعور او موقف او فقد او زعل او صدمه فيعديها، ويعرف يعمل ايه زي يقولوا كده ايه، يتجاوزها، يخرج منها خروج امن، وشخص تاني يقف عندها يقول لك لا انا مش مرن، انا ما عنديش مرونه نفسيه، دول بيأذوني، دول بيشتموني، دول بيضطهدوني، دول مش عارف ايه. طيب الشخص اللي ما عندوش مرونه نفسيه ده وارد جدا يكون شخص حساس على فكره. فهنا لازم نفرق ما بين حاجتين، كون ان هو بني ادم حساس، بدل بيبقى قلقان قوي. وعلى فكره فكره انك تكون شخص حساس دي مصدر قوه مش مصدر ضعف، لان معناه ان انت بتحس باللي قدامك جدا. فممكن تكون انت بني ادم حساس طبيعتك وجيناتك وربنا خلقك كده، وممكن تكون انت كبني ادم لا، بني ادم ما عندكش مرونه، بتقف عند الكلمه. لو حد مثلا قال لك ايه، خلاص بقى يا عم بقى اوعى بقى، فايه ازاي يقول لي اوعى بقى؟ هو شايفني قليل، هو شايفني وحش، هو مش عارف ايه. فخلينا نقول ان البني ادمين بتاعي اصلا وبيحصل لها مشاكل ليه بقى؟ لان البني ادمين عندها مشكله في ترجمه الموقف، لان كل موقف وكل فكره وراها شعور في الحيطه اللي وراها كده شعور بيحركها زي الماريونيت. فلو انت حاسه تجاه اللي قدامك ده شعور معين، فانت الفكره اللي هتسيطر عليكي فكره معينه. طب نقفل ده ازاي؟ اولا لازم تتعاملي مع المشاعر على ان ربنا خلقها لك، اللي انت بتحسي بيها بالخنقه وبالزعل والضيقه دي، ان هي الارم بتقول لك ان في مشكله. فملاش تتعاملي مع مشاعرك على انها هي المشكله. ما انا تدينا مش مثال عايزه كده يا احس. ستي، ما تدينا مثال كده على الكلام الحلو ده. طيب ايه اللي هقول لك يعني على حاجه قولي لنا بسيطه، كده المشاعر أو يعني قولي لنا كده. هقول لك على حاجه بسيطه. عمرك شفتي واحده مثلا اتطلقت، وده في مجتمعنا كتير، فتقول لك اصل انا فاشله؟ اه طبعا، ده ليه؟ اول حاجه بتتقال. لا. وليه واحده تانية اتطلقت تقول لك ايه، لا عادي تجربه وخلاص، وربنا عايزه بقى اعراض كده وخلاص على كده. فكره انك انت تتعاملي مع مشاعرك على انها جزء من الحدث مش كل الحدث، هي دي الاوبشن. هي دي الاوبشن لازم تفعليه عندك. تفعلي حته انك تاخدي المشاعر، تقولي انا اتطلقت اذا انا في عندي مشكله، لكن انا مش كل حياتي مشكله. احنا بنشوف الحدث كله زي الوحش هالل علينا، عندنا مشكله. فده خطأ من اخطاء التفكير اسمه الجنراليزيشن او التعميم. اغلب الناس اللي ما عندهاش مرونه هي الناس اللي تقول لك ايه، انا كل حياتي بايظه. ايه كل الناس الدليل؟ كل الناس بتكرهني، كل الستات نكديين. انتوا كلكم كده، انتوا الطينه من الطينه من اللته من العجينه، وربنا يتخرجنا منكم على خير بقى، زهقتونا كده. يا عم ليه يا باشا، ما احنا زي الفل اهو. وخدي بالك كل واحده ست ورا كوتش لايف كوتش ست هتخرب البيوت وهتودينا وهتشربنا ومنكم لله، وهنرفع عليكم قضاء بنتشتم بس لسه احنا. سامعه على الجمله دي ما عملناش فعلا. حاجه والله. والله ما هتخربوا عملنا حاجه. البيت. المهم ان ايوه. بوليس ستيشن اللي بعدها هتخربوا اه البيت بوليس واول ما ستيشن. تبتدي تتغير يقول لك ايه، هو انت مين وراكي، هو ايه؟ طب ما تقولي الحمد لله ان مفاهيمها بدات تتغير.
التفكير نفسه اتغير. طيب اتعامل مع مشاعرك عشان تزود مرونتك انها مشاعر فتره وهتعدي. فبلاش اقف عند كل موقف واكبره واحمضه واعممه. ماشي. تاني حاجه، انت شايف المشهد ازاي؟ شايفه تهديد ولا شايفه فرصه انك تتغير؟ مع العلم ان انت عشان تتغير لازم تكون عارف ان فكره التغيير اصلا هي فكره مش سهله. حضرتك لو عندك 20 سنه فانت قاعد مثلا منهم 15 سنه في الكومفورت زون ما بتتغيرش. فعشان تشيل بقى وتحط جوه دماغك فانت محتاج شويه كده تطبطب على دماغك واحده واحده. ودماغنا مصممه ومهيئه بحيث ان هي ضد اوردرين عكس بعض. يعني ايه بقى؟ يعني دماغك ما بتجيش معاها حاجتين عكس بعض. لايك ايه؟ لايك مثلا الخوف والامان. لايك الفرح الشديد والحزن الشديد. دماغك ما بتستوعبش زحمه وكهربه الاوردرات. فلو انت خدتي الموضوع اللي حصل لك ده، مثلا انك مثلا سبتي وظيفتك، ده بالنسبه لك مصيبه، فدماغك هتتعامل على انها مصيبه، فهتعلي قوي 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 هرمون الكورتيزول اللي هو الطبيعي بيتفرز في حاله الخطر. فانت دلوقتي مهيئه نفسك ان سيبانك وظيفتك ده انت في خطر. فاول حاجه هتعملها دماغك انك اول ما هتحسي بالخطر هتتوتري. اول ما تتوتري هيحصل لك شلل مؤقت في وظائف دماغك فانت مش هتعرفي تفكري ولا تعملي حاجه. ولما يحصل لك شلل مؤقت في وظائف دماغك او في وظائفك عموما في اتخاذ قراراتك فانت هتقفي خلاص. ستوب هير يا جماعه، انا مش عارفه اعمل حاجه، الدنيا باظت، انا سبت وظيفتي. طب ما وحياتها تبدأي بتقف، الحياه وقفت خلاص. خلاص. ما فيش، انا اتطلقت خلاص الحياه وقفت. انا سبت وظيفتي خلاص هموت من جوه وعيالي هيتشردوا. ايوه. فلو خدتي سايبان الوظيفه ده على انه ابنتي وانه مثلا ربنا سبحانه وتعالى رايد انك دلوقتي تسيبي وظيفتك عشان تهدي وتاخدي استراحه محارب عشان تبقي احسن في الفتره الجايه عشان في وظيفه احسن مستنياكي. تشتغلي على نفسك، فكل ده انت شوفي ايه اللي المفروض محتاجاه. تعمليه من ضمن الريزيلينس او من ضمن المرونه الالاستيستي دي، ان حضرتك ما تعمليش وحضرتك تشوفي المشهد من ناحيه معينه هتشوفيه ازاي. ثالث حاجه، ودي اللي بقولها في الجلسات بشكل مباشر، عدى عليك مشهد او عدى عليك وقت كان صعب وعدى، كتير عملت ايه؟ كتير قوي. آم، هتبتدي تعملي تحفيز ايجابي لدماغك والمراكز اللي مخزنه الاكسبيرينس كلها بالديتيلز بتاعتها، وتتحطي ايديكي كده في عقلك الباطن تسحبي الاكسبيرينس، تسحبي الملف وتفتحي الملف. انا في الحته دي عملت كذا، في الحته دي عملت كذا، في الحته دي عملت كذا. فتبتدي تحفزي دماغك ان اصعب المواقف الصعبه اللي انت عديتي بيها كان ليها كتالوج خرجك من ده. بالمناسبه اللي احنا عدت فيه مش نهايه العالم. عدت فعلا. يعني انت وانت بتتكلمي دلوقتي يا شاهي، لسه حتى بفتكر موقف انت كنت معايا فيه. لا بتعدي اه كل حاجه مهما كانت في وقتها كبيره اه جدا ومش صح. شايفين غيرها، مهما كانت قاسيه وصعبه، عدت فعلا. خلينا نقول حاجه كمان يا كوتش زهره، ان كل مشكله في الحياه ليها حل وبتاخد وقت وبتعدي. مفيش حاجه اسمها زي ما كوتش هند بتقول كده الدنيا بتقف. لازم بتاخد وقتها وتعدي، وكل حاجه في الدنيا لها حل. وده راجع بقى للحاجه الرابعه، هو ايه اللي في دايره تحكمك؟ انت مش مرنه ليه؟ اصل صاحبتي سابت خطيبها فانا متاثره وزعلانه. انت تقدري ترجعي صاحبتك لخطيبها؟ لا، ما اصله ظالم، اصله وحش، اصل يا ستي طب ما يمكن هي اللي عملت وسوت فيه، ما يمكن هو اللي عمل لها محضر بعدم التعرض، يعني ما يمكن هي اللي ضربها في الشارع. عادي، ايه المشكله يعني؟ لا لا، ده اصل هي وحشه فبالراحه واصل شويه يعني. علينا يا كوتش شاي، بالراحه شويه عشان الناس هتقلب كان علينا. في كان في حاجه بالراحه احكيها شويه لك على بقى الناس، في الكواليس لسه بقى، فاكرين يعني هحكي لك في ومتقلين الكواليس كده. في الفطار. بالراحه شويه علينا. ايه اللي في دايره تحكمك؟ هو مشاعرك، افكارك، سلوكك، وردود افعالك. فيما عدا ذلك حضرتك مش في دايره تحكمك. حضرتك تقدر تشتغل لكن ما تقدرش تعرف وتتنبأ هتمشي من الشغل امتى. ومن هنا بيجي بقى المرض الوطيد اسمه الاوفر ثينكينج. فهي دايره لو احنا كسرناها من الاول، ابتدينا نقلل اعراض الانسحاب بتاعت اصل انا شخصيه حساسه، ماشي على عيني وعلى راسي، بس لو انت مش مرنه هتتكسري. خليكي زي الشجره، انت وتد كده في الارض، بس انت بتميلي ترجعي تاني وتميلي وترجعي تاني وهكذا. لكن فكره ان انت يلا هوب سكالوب الموضوع حصل فانا خلاص ريجيد في مكاني، لا. وبعدين تعالي كده بصي على اللي حواليكي، شوفي مين حصل له ازمه كبيره
وكنتي متخيله ان الشخص ده والعياذ بالله مش هتشوفيه تاني، خلاص ده هيموت، وعدى منها. واقعدي معاه كده، خدي دماغه، اشتري الكتالوج منه، قولي لي بقى هي يا زهره انت عملتي ايه لما حصل الموقف الفلاني؟ ابتديتي بايه؟ ومن هنا يجي الدور الاخير او اللي قبل الاخير. ارجوكوا يا جماعه، الناس اللي مش عارفه ازاي يبقى عندها ريزيلينس، والناس اللي مش عارفه ازاي تبقى عندها السؤال تعافي، يا الناس اللي كوتش مش اللي عارفه ازاي بجد تبقى انا عايزه مرنه. اسالك ازاي نبقى عندنا ريزيلينس او مرونه نفسيه عاليه، ويا ريت لو تقولها لنا كده 1 2 3. عارفه الدواء نعمل 1 2 كبسولة، عايزين كبسولة لو فعلا يا الجزء اللي شيماء. فات كبسوله ده كده، جزء من كبسوله الروشته. منك يا كوتش. الجزء اللي فات ده جزء من الروشته. احنا قلنا ان احنا مش نعمل دينايل لمشاعرنا. لا، ما تعمليش دينايل لمشاعرك. مش شوفي هننكر. ايه اللي في دايره تحكمك. لو في حاجه في دايره تحكم حضرتك مش في ايديكي، ارجوكي ما تسعيش انك تصححيها او تعمليها، او بالاخر كده في حاجات قدريه. لو مش هتكملي فيها بالاقدار اللي مكتوبه، انت مش اشطر من القدر، فمعلش الكلام خلاص، سكت الكلام. تالت حاجه، لو انت مش عارف يبقى عندك مرونه نفسيه ومش عارف تبقى الاستيك، ارجوك ما اطلب المساعده. ارجوك بلاش موضوع انا كويس ومش محتاج حاجه من حد. واكتم في المشاعر بقى، مرن. البرطمان، نكتم في خليك البرطمان بقى. خليك مرن شويه كده. لا، طب حبيبي يعني تعالى اقول لك نعمل ايه. ما حدش يقول لي، انتوا هتقولوا لي انا اعمل ايه؟ ليه؟ هو انا مش عارف انا بعمل ايه؟ ايوه يا حبيبي انت مش عارف انت بتعمل ايه. اه والله انت مش عارف انت بتعمل ايه. لا 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 لا، سيبوني. لا، لو انت حضرتك حاسس ان انت الموقف اكبر منك، شوف حد مختص، اطلب المساعده. قول للناس يا جماعه ارجوكوا انا انا حاسس ان الموقف اكبر مني ومش عارفه اعديه، مش عارفه ابقى مرن، مش عارفه اعدي لها كلمه، مش عارفه كذا، مش عارفه اعدي له ان هو سابني وراح اتغدى من غيري مثلا. اسال حد اعدي ده ازاي. اسال حد عدى بالمشهد او مشهد كبير من وجهه نظرك، ايه السكيم، ايه الخطوات اللي مشى عليها. افتكر في الخلفيه ايه اللي كان حاصل لك وقت مثلا وفاه ابوك او وفاه امك، وابتدي قول هو انا عديت المشهد ده ازاي وعديته في قد ايه. اخر حاجه، بص للموضوع عشان تبقى مرن زياده. لو مثلا اترفدت من شغلي، سبت خطيبي، بص للموضوع على انه opportunity كويسه، مش تهديد لحضرتك، عشان تبتدي تفتح في دماغك مسارات تطلع لك حلول تخليك مرن. والكلمه اللي تاثر فيك النهارده وارد جدا مع انك لما تشتغل على نفسك شويه بسيشنز، وللاسف هي بتاخد وقت، بورش، بتعليم غير مباشر. عندك بقى اليوتيوب وعندك الكورسات وعندك الحاجات دي دلوقتي يا جماعه اسهل ما يكون. فاللي هيقول لك انا مش عارف، ما تلومش الا نفسك. واخيرا، العلاقات الروحانيه ما بينك وما بين الخالق بتفتح مسار خفي، هو مسار عظيم، هو السر اللي ما بينك وما بين ربنا. وفي حضره المحبوب وفي حضره ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة والسلام. احنا يا جماعه والله العظيم بنتحول. احنا بنقول كلام واحنا ساجدين واحنا راكعين واحنا واقفين، احنا مش عارفين الكلام ده بيطلع ازاي. وبندعي دعوات، بنتفاجئ ان رمضان مثلا اللي جاي الدعوه اتحققت. فايه ده هو انا كنت مخلص قوي ولا المسار اتفتح قوي؟ فعلاقتك الروحانيه هي الجزء اللي يحدد لك انك تكون مرن. يا رب ما تحملنيش فوق طاقتي، او يا رب خليني جامده شويه عشان اعرف اتحمل قله ذوق صحابي. الجزء الروحاني ده السر، انا بسميه السر اللي ما بينك وما بين الخالق. وده متهيألي يعني دي روشته دي كده ممكن نقعد برضه نتكلم فيها بعد كده، بس ده يعني انا خدت كده هنتات ان ازاي تبقى مرن شويه، لان احنا مش محتاجين ندخل في صراعات. اخيرا بقى يا جماعه، اختار معركتك. لو عندك حد مضايقك الله يكرمك ابعد عنه وما تقولش اصله بيضايقني. لو عندك صاحب شغل بيعصبك الله يخليك، وخصوصا في رمضان احنا مش محتاجين الخناقه اللي احنا نترفد فيها على عيد. وخلي عندك هدف واضح، عندك هدف واضح. فلو دخلت دلوقتي زهره اتريقت عليا اي دونت كير، هحط كلامها ورا ده. انا ما دخلت اقدرش يا صافي مش كوتش. عاجبها اللي انا ما بقوله، اقدرش اعمل كده. حبيبي انت حبيبي. لو دخل حد اتكلم معايا وباستهزاء، انا مختاره معركتي. كل ما كان عندك معركه واضحه، هدف. كل ما مش هتحرق بنزين كتير. صح. بس
انا خلصت. على يعني حني كلامك بحاجه برضه انا بحبها قوي وماشيه بيها اليومين دول، واكتشفت انها بتريح قوي يا شيخ. قلل التوقعات تقل الصدمات. امشي كده مع الناس بلو ترو. اكسبكتيشنز ترو. وقلل توقعاتك صح. منهم. هتلاقي الحياه لطيفه بشكل غير طبيعي. ما هو سقف التوقعات ده لما بيجي لنا بقى يديك وهو متطربق على الدماغ، اه في لا كدمات عارفه كده. كمان يا شاهي، في حاجه كده برضه بس عايزه اضيفها، الصحبه زي ما انت بتقولي كده. صح. الصحبه سحبه فعلا حقيقي. المرء على دين خليله. كل ما حوطت نفسك بالناس الطيبه فعلا هتاخدك في حته تانية خالص. لكن طول ما انت عينينا على السوشيال ميديا وعلينا على الحاجات اللي احنا عايزين نقلدها واحنا مش عارفين اللي في صح. الفيدباك شكله ايه، للاسف بنخبط في حيطه على طول. ما هي حته التعميم دي بقى، ما كل اه الناس طبعا. هي عايشه حياتها، امال ايوه اشمعنى انا يا رب؟ وتدخلي بقى في بالظبط. خصومه مع ربنا، يعني ده في بقى ليفل عالي جدا من الخصومه بقى. ده مش ما بقى كل الناس اهي يا حبيبي، ما حدش بيصور خيبته، والله ما حدش بيصور والخصومه خيبته. الخصومه بتاخدك على دور الضحيه، وعيش صح. بقى دور ضحيه العمر كله، وانا غلبان ومسكين وانا الناس كلها جايه عليا، وهكذا. يعني ده كله بياخد بقى حاجات كيرف نازل نازل نازل، بيخلينا نخبط في حيطه، سواء بقى مع نفسنا زي ما انت تقولي كده، او في علاقاتنا في اللي حوالينا. او بالاهم بقى من كل الهري ده، علاقتنا بقى مع اولادنا، ولادنا ظاهره طبعا. في زينه بقى. ولادنا انا للاسف. قلت انتوا هتنسوا وهنقفل اللايف لا بقى ازاي والنهارده، بقى وكده حد ينسى حلو ولاده؟ جدا. احنا عندنا هو سؤال مدوخنا. هو اه. والله يا شاهي، الحاجه اللي انا لقطتها من كلامكم في كل مشاكل العلاقات، السؤال اللي انت بعته لي، انه ازاي نعود ولادنا على المسؤوليه. الحقيقه انه كل اللي انتوا قلتوه ده رائع، بس لو ما فيش تعود على فكره المسؤوليه من صغرنا، بنطلع راجل وست داخلين الدنيا اعتماديين على اللي قدامنا. حللي، اعمل لي، صالحني، جيب لي. انا داخل مش ناوي ابذل اي مجهود. فالسؤال الاكتر سؤال اتكرر على صفحاتنا، ازاي نعلم ولادنا المسؤوليه؟ يا جماعه، هي بتمشي خطوه خطوه، وبتبتدي من والطفل لسه من قبل السنتين كمان، مجرد ما يبتدي كده يخطي ويقف ويقدر يمسك، ابتدي اعوده المسؤوليه. ده مش معناه ان اللي ولادهم على صفحتي بيتابعوني مراهقين وسن المراهقه انه خلاص. مفيش حاجه بتقف. كنت لسه هسألك يا زهرة بقى، يعني احنا، طب انا ابني كبر بقى دلوقتي اهو سن مراهقة، قولي لي ازاي اعوده فعلا على المسؤولية، وخصوصا ان احنا في الزمن ده السوشيال ميديا مودية عيالنا في حتة تانية. قولي لي بقى، بصي يا اديني صاحبي كده كبسولة. ايوه. بصي يا صاحبي مفتاح المسؤوليه ان انا احس ان ده قراري. اي قرار جاي من سلطه الاب والام، انا قدام اول حاجه لو الاب والام في سنك كده سماحيه في البيت، هقول لا حتى لو الموضوع عجبني. حتى لو عجبني، جربي كده مع ابنك وبنتك، هتلاقيه بيقول لك لا وبعدين يفكر. تعالى نروح عند تيتا، لا وبعدين يفكر. ماشي، صح، بتحصل خلاص. فعلا يا زهرة تعالى نعمل بالظبط. كذا، لا. هو اي قرار جاي من السلطه الابويه او من سلطه الوالدين عموما، المخ بيرفضه تلقائيا. طيب لو السلطه دي متشدده او انا ما عنديش المساحه دي في البيت، بعمله بس وانا رافض. اما ان انا بعمله في اقل الحدود، او بستغل اي وقت ان انا اهرب منه. مفتاح ان انا اهرب من القصه دي كلها ايه؟ اول مفتاح بالنسبه لي ان انا اشركه في القرار. في لعبه كده كنا بنعملها وخلاص الحمد لله الولاد كلهم عرفوها دلوقتي وبقوا يقولوا لنا احنا عارفين انتوا بتعملوا ايه. كنا بنعمل كده من شويه لعبه ايه؟ تلبس التيشيرت الاحمر ولا الاخضر؟ فاكره اللعبه دي؟ دلوقتي بيقول لك والاثنين ايه؟ انا موافقه عليهم. اللبني. خلاص هم فهموا القصه دي. اه. هي فكرة الاختيار، المشاركة في القرار. احنا بنتعامل مع جيل مستوى تفكيره ومستوى اطلاعه عالي جدا يا جماعة. مستوى مهول، يعني بياخد كمية معلومات وكمية خبرات في اليوم الواحد مهولة. إن ما كانش يحس إنه صاحب قرار وإنه مشترك بجزء ما في القرار، مش هيعمل اللي احنا بنقول عليه. أول ما يجي له فرصة هيهرب. نشركه. إيه رأيك نروح كذا، نعمل كذا؟ طب طيب، في النهاية أنا مفهمه إنه في حدود للسلطة الأبوية. يعني في النهاية أنا ممكن أقول لأ، بس لما أقول لأ أنا لازم أقول لك سبب. انا هقول لا ليه وهقول ليه. والطبيعي انه مش هيقتنع، بس هو داخليا اقتنع ان الست دي مش ماشيه تقول لا وخلاص وبس. هي مش ماشيه لنا في البيت ما وراهاش غير لا. الكلمه اللي احنا كنا دايما بنسمعها يقول لك ايه؟ هي ماما اصلا ما بتقولش الا لا. صح. هو اصلا بابا ده عمره ما هيواجه انت حتى لو عارفة يا عمل. زهرة بقى، قاطع كلامك، انا ابني اول امبارح بيقول لي هو انت ما بتغلطيش؟ هو حضرتك على طول كل كلامك صح هو انا كل كلامي غلط؟ وزعلان جدا. هو بيتكلم بجد، انت بس ما بتقوليش على الحاجات الصح.
هو لما نرفض يا صافي، ودي مهمة قوي، ومن أول الصغر، من أول الطفل. أنا بص، لأ مش هينفع تاكل دلوقتي كذا عشان كذا، مش اه هيقتنع، بس هو اتربى إن الست، إنه في سبب، في سبب للأ، في سبب للرفض، وفي سبب للموافقة. أنا وافقت عشان كذا 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 كذا. تاني نقطة في المسؤولية، احنا كده قلنا أول نقطة إيه؟ ها، ان هو حمله اختبار، مسؤوليه. اختبار مفاجئ، اشتراكه في اه القرار، بالظبط كده. اشتراكه في القرار. اه بالظبط كده. تاني حاجة، مساحة الخطأ. ما انا خدت قرار وجيت غلطت، رحت انت هوب، يعني ما بستفاني، خلاص انا مش هاخد قرار تاني ولا هشيل مسؤولية تاني. القرار قصاده خطأ وصواب، كده من الاخر. طب انا عارف ان هو لما يعمل دي هيتعور، لازم يتعور، لازم يجرب لازم يجرب الوجع، لازم يجرب الألم، لازم يجرب الحاجة. احنا بنحمي قدر الإمكان، بس هو لو ما جربش الخبرات دي مش هينضج. بصي يا بنات، احنا بننضج بحاجتين، بنكبر بحاجتين. جزء السنين ده بنكبر بيه، بننضج نفسيا بإيه؟ الاخطاء. بالأخطاء وبالألم صح وبالوجع صح. وبالمشاكل، وإن احنا نتعثر قوي. ابنك اللي تجارب، انت قافلة عليه وعمال تجارب. اه ما تعملش كذا، خد بالك من كذا، اعمل كذا، ده مش هينضج. ده ممكن يبقى واقف لك كده ما شاء الله، راجل 25 سنة بعقلية طفل 8 سنين، مستني ماما تيجي تقول له يعمل ايه. والراجل ده يروح ويتجوز ويخلف ويبقى برضه نفس الكلام، مستني مراته، ها هنعمل ايه، عاجز عن ان هو يحل اي مشكلة مهما كانت بسيطة. ما هو الفكرة من الأساس إن أنا خدت قرار لازم هغلط يا هبقى صح. ولما هغلط، أول حاجة بنعملها أول ما بيغلطوا بنعمل إيه كأمهات أمارات كده؟ ظهر مم. ايدينا على طول. لا لا لا، إحنا بقى ناس متعلمين دلوقتي مش قلت ودارسين، لك؟ مش بنعمل انا إيه؟ قلت؟ الحق. أنا قلت لا لك. بلحقه بلحقه، لا لا مش أنا، بلحقه كمان لا اجري لا لا لا. والحق. ماشي، لا ومش أنا قلت لك. ما أنت لو ايوه كنت سمعت كلامي، ما أنت لو كنت، ما هو ده اللي ما شوف، ما أنت كنت، ما لما أنا قايله لك من الأول خلاص مفيش كده. ضربت كده الثقة في النفس في أول نقطة. أنا قراري غلط وغير صحيح، والقرار اللي خدته ماما هي شايفه ان انا عاجز عن اتخاذ القرار. اول نقطه ضربت الثقه بالنفس على طول. طيب، الحاجه كمان في المسؤوليه، تقسيم المسؤوليات انا بحدد المسؤوليات، والمسؤوليات دي من اكبر واحد من الابن الكبير لغايه الابن اللي عنده سنتين. طب زهرة فتقولي لي بعد عنده اذنك، سنتين، قولي، طب موضوع قولي يا شيخ. المسؤوليات ده، يعني مثلا انا ابني عنده 7 سنين، وبالفرض ان انا مثلا ايه يعني ما كنت في القراءه كده مثلا في ال5 6 سنين، ينفع من دلوقتي ابتدي طبعا، بس ولا ابتدي لا، له ولا خلاص سن مسؤوليات. التربيه ده عدى مني فلت؟ طبعا طبعا طبعا، يعني ابتدي له ينفع في اي وقت يا بمسؤوليات زهره، بسيطه. اي وقت. ينفع لغايه لما يبقى عندنا 70 سنه، احنا نقدر نتعلم لغايه، ادام الانسان عنده القرار والرغبه في التعلم يقدر يعمله لغايه ما يموت. الصفات الحاجه المكتسبه الوحيده، تقصدي؟ اه ان طبعا، هي صفه دي طبعا مكتسبه. ده اي مرحله، اي مرحله بنكتسبها. وعلى فكره احنا بنتعلم، لو ما اتعلمناش بارادتنا بنتعلم بالطريقه الصعبه، الخبرات الحياتيه والمشاكل والمصايب، فاحنا كده كده هنتعلم. هي يعني، فلما نتعلم بارادتنا ويبقى القرار بارادتنا، ده طبعا في المراحل الاكبر. الام والاب لما ياخدوا القرار، يعني خلينا نقول انه باص 60% اهو اسوأ حاجه مثلا، بس في 40% لسه في ايدي، في 50% لسه في ايدي. ما تقولش ما حصلش. كل حاجه بتتزرع في الولاد. دكتور عمرو خاطر كان بيقول امبارح في اللايف بتاعه ان الولاد لغايه 13 سنه كتاب ابيض، امسح واشيل واحط وامسح واشيل واحط وامسح واشيل واحط، بيشيل مني زي الفل ادام انا بتدارك وبرجع وبشتغل وبصلح اللي انا بعمل وعندي نيه اساسيه في الاصلاح. مفيش حاجه اسمها مفيش نتيجه. في حالتك انت يا شاهي، مسؤوليات بسيطه وخليكي محدده، والمسؤوليات تبقى واضحه. الحاجه اللي احنا بنعملها ايه؟ ادخل طفل مثلا 7 سنين، ادخل رتب اوضتك. مين ما بيقولش الكلمه دي؟ ده كلنا. اعمل ايه في اوضتي بقى؟ ها، ارتب ايه في اوضتي بقى؟ اه هو بقى الطفل بيدخل اوضته، اللي هو ايوه يعني اعمل ايه. خلينا واضحين ومحددين في الحاجات اللي بتطلب. رتب اه فيري سني، شورت. اه بالظبط، ده السبع اوامر سنين قصيره محدوده بتاخد مجهود محدود. علق هدومك مثلا، وما نديش 3 اوامر ورا بعض، امر امر طبعا حسب المراحل السنيه. علق هدومك. طيب، انما الحاجات العامه، ادخل شوف مذاكرتك، ايوه اعمل ايه، يعني ايوه اعمل ايه. حتى على فكره الاولاد الكبار، هاتي كده ولد في ثانوي، ادخل شوف مذاكرتك، انا اللي هو ايوه يعني ماشي، شفتها حلوه جميله اه المذاكره. اه حدد، اه نحدد ونقسم
اعمل كذا، خلص كذا، طب لما تعمل كذا هنعمل كذا. طيب ما افتكرلوش المسؤوليات في الوقت اللي انا زهقانه منه. هو واقف يزن فوق دماغي ويرغي، ما اروحش انا بقى قايله له انت رتبت اوضتك على فكره النهارده. انا كده دي مش مسؤوليه. عقاب، ده انا عقاب كده. لا انا بهرب. انا اللي بعرف. واقف عمال يزن فوق دماغي وانا بعمل حاجه. ادخل اعمل الواجب بتاعك، دي كده مش مسؤوليه. ده كده انا ببعد عنك عشان انا مش قادره اتحملك دلوقتي. طب لما المسؤوليه مش هتحمل. زهرة لما يكون في سن مراهقة بقى، ومثلا يقول لك ايه، انا مذاكرتي بقى وانا اللي فاهم بقى انا هعمل ايه وانا حر، اوضتي هنيجي بقى هنا، والمنكوشة انا حر بقى، متلخبطة انا حر في اوضتي. هقول لك يا صاحبي، هنيجي هنا لفكره القرار. انا ما طلعتوش مسؤول، ما هو ممكن قاعد ماسك الكتاب قدامك يا صوفي، مش حاطط، ما بيرفعش راسه من عليه وما بيقراش كلمه. اه المذاكره مش هتيجي غير داخليا، قرار، كده هم قرارك اذكياء قوي. ودورك. ايه يا شاهين ده؟ قولي. اذكياء يعني العيال ايوه، اذكياء جدا. يعني وخدي انا من بالك ضمن الحاجات اللي بتعصبني جدا ان يكون بتكلم في التليفون وبتكلم في حاجه مهمه وهو ابني مدرك اهميه اللي بعمله، فيجي يعمل ازاي؟ ماما ادخل لتيتا، ماما اكل الشوكليت عارفه اللي هو كل الحاجات الفوربيدن وانا بتكلم. قدامك تو اوبشن، يا تزعقي وتاخدي أو يعني اكشن عظيم لانك متعصبه بقى، يا اما توافقي. توافقي. فهل ده ليه علاقه بالمسؤوليه؟ مثلا هو شايل ايده وغاسل ايده وشايف ان عادي يعني مش لا مسؤوليتي ان دي انت مش ان مالي بيكي اكتر، اللي انت عايزاه. لا دي مش مسؤوليه يا شاهي، اكتر من ان هو عارف بيضغط عليك ازاي. عارف نقاط، خدي بالك هم اذكياء جدا. هو ما انا عارف بقول نقط، لك نقطه ضعفك ونقطه القوه بتاعتك. هو عارف ان انت في الوقت ده مضغوط. في نقطه كمان، هو في الوقت ده ابنك مش محور اهتمامك، فهيتشقلب لك اراجوز عشان ياخد اللقطه. صح. تنشن يعني هو سيكر في يعني. اللقطه دي، فقد اهتمامك تماما. انت ببساطه ممكن يكلمك تروحي مشاوره له، امشي دلوقتي. ايه اللي هيخليه يرجع محور الاهتمام؟ السلوك السيء. الدوشه. اي اه سلوك سيء هيخليك زي ما الام واقفه في المطبخ، الولاد بره عمال يكلمها ما بيردش، عمال ينده عليها ما بيردش، ايه اللي هيخليها تيجي تجري جري؟ اضرب لها اخويا، مصيبه. اقلب لها حاجه. هتروح سايبه كل مصيبه حاجه وجايه لي. اقرصه. اه، هنا ده بنسميه انا هاخد الاهتمام حتى لو اهتمام سلبي. تنشن انا سيكر هاخد صح. اللقطه تنشن سيكر بس. صح. بالظبط، انا هاخد اللقطه. هو في اللقطه بتاعت التليفون دي يا شاهي، انا هجذب انتباهها وابقى محوره. ايا كان ايه اللي هيجيب الست دي دلوقتي، حاجات الممنوعه. بس خلاص خدت اللقطه، شافتني، انا موجود، انا هنا. فهمتي قصدي؟ امم آه احنا اتكلمنا زي ما قلنا ان هو اديله يشارك في القرار، اسمح له بالخطأ ويتحمل. بس قصاد ما انا بشيله الخطأ، انت بتتحمل نتيجة القرار ده. خد بالك، انت قررت هتعمل ايه؟ قررت مش هذاكر. طيب، فنتيجة القرار ده ايه؟ سقطت. قصاد السقوط ده هتتحمل ايه؟ والكلام ده بعمله من قبل الموقف. فاهمة قصدي؟ يعني الدرجات دي نتيجتها ايه؟ مثلا خلاص يبقى اتفقنا لو الدرجات جت كذا الشهر ده، خروجاتك مع اصحابك مش هتحصل. احنا متفقين من قبل وما تتوقعيش موافقه، بس هو بقى ضمنيا مؤهل للي هيحصل. حتى لو انت جيتي في الشهر ده سمحتي له بمره يخرج، هو بقى فاهم انه دي منك. عكس ما احنا بنحصل ان احنا بناخد قرارات العقاب بعد ما الموضوع بيحصل. اللي هو بص جبت ايه؟ طب ما انتش عامل. لما انا بشركه في القرار والثواب والعقاب من قبل القرار، انا هنا بشيله مسؤوليه القرار. حتى لو انا ما ذاكرتش، والعقد شريعه المتعاقدين. بالظبط كده، حتى لو انا ما ذاكرتش انا عارف ان انا هيترتب عليه حاجات، عارفه والحاجات المشكله دي. فين؟ مم. هم مش عايزين يتعاقبوا. وما فيش بصي يا حد عايز شاهين، يتعاقب برضه يا شاهي. لا بصي انا هقول لك على حاجه يا صافي. كل حاجه بتيجي بالتدريج. هيعند مره، وهيجننك مره، وهيزن مره، وهيقلب الدنيا مره، وهيستسلم في الاخر. عشان كده التربيه ايه؟ صبر. صح. اللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه بعد اول ساعه زن؟ بنستسلم واحنا بنستسلم. اللي بنلغي صح الاتفاق. ايوه. هو عارف اخرك ايه. هو هيعمل زي مشاهي كده حصلت، يجي لها في التليفون ينرفزها، يجي لها بره ويفرج عليها الناس. لو كبير شويه يعلي صوته ويتخانق. فايه اللي بيحصل؟ انا عايزه اخلص، انا مش قادره استحمل. فانا اللي ما بقدرش اكمل في الاتفاق. بعد شويه خلاص هو استسلم. حتى لو مش عاجبه، بقى فاهم انه ده الطبيعي، ده العادي. تعالي هقول لك على حاجه. تعالي دوري على اي قانون بيتحط، اي روتين بيتحط،
هتلاقي نفسك في الاول تحاولي تفلفصي منه مش بشتى مش الطرق، حتى لو انت الكومفورت لنفسك. زون، مش قادره اه، اطلع من اللي مريحني. وغير كده انا بشوف عارفه يا اللي شاي، قدامي اخره ايه. صح. عارفه يا شاي، في موقف الست دي. زي معاك ابنك ده. اسفه يا زهره على قطع كلامك، بس ايوه انا معاكي، يعني يمكن اتفضلي. عديت بالمرحله دي. بقيت لما يجي لي فعلا وانا بتكلم في موضوع مهم، بقيت اقفل التليفون واشوف هو عايز ايه بقيت بعمل كده، اللي هو قولا لا انا واحدا. يعني لو انت اه قاريني ايوه فانا قارياك برضه. تعالى نلعب ايوه بقى. عارفه ايوه، فخلاص هو بقى خلاص فهم ان انت صح. ايه، لا انا مش دي اللي هتوقفني عنك، يعني عايز ايه ونقعد صح. نتناقش. وهو بس احنا كبير برضه بقى دلوقتي على مساله قدام حد الاوضه ذكي. مثلا. الاوضه المنعكشه اللي مش عاجباني، رتب اوضتك، ما رتبهاش بقوم واخده بالاوضه في ايدي. حر، انت حر، عايز ترتبها رتبها، مش عايز بيرتبها بقى غصب عنه. لو حد مثلا جاي له من اصحابه، ولو هو متضايق زي ما زهره قالت، ده قرارهم. فعلا تدريب 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 فعلا، وصبر زي ما زهره بتقول. الله ينور عليكي بصراحه. هو صبر وصبر 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 وصبر. اخر نقطة هختم بيها النهاردة، عشان اعلم الولاد المسؤولية انا اللي بعملها. اسرع طريقة للتربية ان هم يشوفوني انا لما ابقى راجل مسؤول. البيت لما يخبط انا اللي بقوم افتح، او الولد الكبير اللي بيقوم يفتح. الطلبات انا اللي بنزل، او حتى لو انا اللي ما نزلتش بيبقى في اتفاق. دوري واضح في البيت. مفيش حاجه اسمها ان البنت تنزل والاخ الكبير قاعد، مفيش حاجه اسمها ان الست تنزل والراجل قاعد. هو لما يشوف كده، لما لو تفتكري كده من واحنا صغيرين، كان الباب لما يخبط بابا يقول ايه؟ ادخلوا يا بنات، ادخلوا يا بنات، خليكوا على جنب. خلاص. هيطلع الولاد من غير ما هو يقول، اما الباب يخبط وباباهم مش موجود، ادخلوا يا بنات. حقيقي. خلاص. ولادنا هو هنا بيعملوها مش صح، محتاجه ده حقيقي. تعلمي. بالظبط. تيجي الام طالعه طلبات، انزل هات مامتك وطلعها، انزل شيل مع مامتك الشنط، انزل وصل اختك اللي معرفش ايه. لو انا عملت ده، لو هو شافني بعمل ده، هيعمل ده تلقائي في معظم الحالات. طبعا في حالات بتبقى مبدع، بس الاساس انه هو لما بيشوفني شخص مسؤول، لما بيشوف مشاركتي في البيت، لما بيسمع الحوار بين الاب والام في طب ايه رايك، طب نعمل كذا، طب انت ايه رايك في كذا، هو صح. هيطلع تبعيه. هو ده الطبيعي. عارفه في ناس تقول لك ايه؟ كنت فاكره واحده قوي كانت بتقول لي بابا بيساعد ماما في البيت، ففاكره انها بتقول لي مش هو ده الطبيعي يعني، مش ده يعني، مش ده العادي. اتعودت هي اتعودت طلعت تشوف ده. هي طلعت ده الطبيعي، انه صح. عادي جدا، مش حاجه غريبه. والاخ بيساعد. ادي لابنك مهما كان سنه في البيت يرتب اوضته وحاجات ملزم بيها زيه زي البنات، عشان تطلعيه راجل مسؤول. عشان لما يروح يتجوز في يوم ومراته تتعب ولا تحمل ولا يبقى عندها حاجه، ما يبقاش واقف اللي هو انا اعمل لك ايه. لا، انا عادي جدا، بعرف اتصرف وبعرف اشيل وبعرف اروح وبعرف اجي. فلما نديهم قدوه، صدقيني احنا قطعنا 70% من الطريق. للاسف. والله انا خلصت. الروشته دي من قولوا. احلى الروشتات النهارده بجد. حوار جميل جدا بصراحه يا زهره، يعني حوارك رائع ما شاء الله، يعني ربنا يبارك يا والله حبيبتي. والله انا يعني حسيت انه المشكلات اللي انتوا بتقابلوها دلوقتي، لو احنا اشتغلنا عليها في الصغيرين، طبعا مش هتخلص بس هتقل كتير. على الاقل الدماغ اللي بتتفاهم هتبقى مختلفة، هتبقى بتتعاملي مع ناس فاهمة. احنا دلوقتي بتقابلي يعني راجل وست كبار وتكلميه على مسؤولية، تحسي اللي هو باصص لك يعني ايه، يعني اللي هو صح. ايه. فلما انت تتعاملي مع حد فاهم، عنده قصور فيها، عنده نقاط خلل فيها، غير ان انا مش فاهم اصلا، الموضوع مهدوم. غير صح. طبعا المسؤوليات المعكوسه، الست اللي شايله البيت فالولاد طالعين ان هي دي المسؤوله والراجل مش احنا موجود. ممكن نعمل طبعا حلقه دي بقى على قصه تبادل تانيه، الطاقات في حلقه الموضوع تانيه ده. اه دي تبادل حلقه طبعا الطاقات، طاقه تانيه. الذكوره والانوثه ومين فين، دي صح. مصيبه تانيه بالظبط. دي. احنا كده خلصنا النهارده، وبجد السهره معاكم كانت اكتر من روعه. وانتي يا آه حبيبي والله. نودع الاسبوع فيها او الجاي نكمل عايزين، فيها. اتفضلي يا يعني شيخ. هو يعني بس عايزه اقول حاجه، الاسئله عندنا كتير اتفضلي. جدا. اه. فاحنا يعني معلش احنا بنعتذر لو احنا مش هنعرف نجاوب كل الاسئله، بس يعني هنجاوب اغلبها لان في حاجات بتتكرر. فلو في حد عنده اي اسئله، احنا بس قبل ما انسى عايزين نعمل ملخص لحلقه النهارده. يعني هنعمل ان شاء الله ليكم يا جماعه يعني زي دوكيمنت كده او حاجه ريتن بالملخص بتاع حلقه النهارده. هنعمله زي روشته كده باذن الله، ربنا يؤجرنا، نؤجر كلها علينا، وباذن الله اللي يشوفها او يقراها تضيف له حاجه باذن الله. ونتقابل الاسبوع الجاي، بس نحاول يعني الاسئله
تتحط على اسرع ما يمكن على الوول او على الصفحات، على الصفحات يعني بتاعتنا احنا الثلاثه، عشان بس نلحق. يعني انا بقول بس للناس الكلام ده عشان نلحق، لان الموضوع بياخد وقت في التجهيز، عشان المواضيع بتختار على حسب اللي انتوا بتقولوه مش على حسب ما احنا عايزين. فهو ده بس اللي انا حبيت اضيفه. بس انا طبعا كنت مستمتعه جدا يعني. انا انا استمتعت كمان كنت جدا جدا مستمتعه بيكوا جدا. كوتش جدا. صافي، قولي كوتش لنا زهر، حاجه الله اخيره في يخليكي. البرنامج. انا قولي لنا يعني حاجه انا اخيره نختم بيها. انا مبسوطه جدا جدا. اصلا انا شخصيا استفدت من كوتش شاهندة في المرونه النفسيه، واستفدت جدا جدا برضو من كوتش زهره في المعامله مع الولاد وازاي يتحملوا المسؤوليه. وكانت حلقه فعلا مثمره، اتمنى ان الجميع كلهم يا رب يستفيدوا منها. ونتمنى ان شاء الله ان الحلقات الجايه برضو نقدر نجاوب على كل الاسئله والمواضيع اللي هم محتاجين نتكلم فيها. سعيده معاكم جدا، ورمضان كريم يا رب، والاسبوع الجاي معاكم بامر الله. باي على مشاهدينا خير يا حبيبي. الكرام، بنختم الحلقة الأولى من برنامجكم في بيتنا كوتش. استنونا الأربع الجاي الساعة 10. ما تنسوش تكتبوا لنا الأسئلة والمواضيع اللي عايزيننا نتكلم فيها، وإن شاء الله أنا وشاهندة وصافي هنرد عليكم. استنونا عشان نتأخر عليكم. تصبحوا على خير. مع السلامه.